مبدئيا كده فيديو النهارده دموي شويه، فلو قلبك جامد كمل الفيديو، لو قلبك مش جامد برضو كمل الفيديو. هنتكلم النهارده عن الاميره اللي كانت ممكن تعمل اي حاجه عشان تفضل جميله، حتى لو الحاجه دي هتكلفها ارواح ناس، ومن كتر هوسها بالجمال بقت بتعمل ابشع الجرائم. وصفوها باشرس امراه في التاريخ، قتلت اكتر من 600 بنت من الخادمات بتوعها. وما سكتتش على كده، قتلت كمان بنات من العائلات المالكه والعائلات الكبيره الارستقراطيه، ولما كانت بتقتلهم كانت بتشرب من دمهم وبتستحمى بدمهم. ومن كتر اللي عملته اتشهرت باسم كونتيسة الدم او ملكة الدم، والشخصية دي تبقى اليزابيث باسوري. وقبل ما نكمل الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير عشان القناة تظهر وتكبر. ويلا نشوف ايه الحكاية. اسمها اليزابيث باسوري، مواليد 1560، من العيلة المالكة في المجر. كانت مالكة للسلطة والثروة، وكانوا باسطين نفوذهم في أكتر من دولة زي سلوفاكيا والمجر وبولندا. وعلى فكرة كان في أكتر من شخص في عيلتهم عنده اضطراب نفسي شويتين، واتشهرت باسم كونتيسة الدم أو ملكة الدم بسبب تاريخها الدموي في تعذيب الخادمات بتوعها، وكانوا أكتر من 600 واحدة. ويقال إن اللي علمها التعذيب والكلام ده عمتها وجوزها، بس الأكتر كان جوزها. وهي كانت بتستمتع جدا بالتعذيب ده، وكانت بتحب كده لدرجة انها كانت بتتفنن وتبتكر طرق جديدة للتعذيب، زي مثلا يقطعوا صوابع الخدم بمقص بارد عشان يتألموا اكتر، ويجيبوا دبابيس ويحطوها في شفايفهم، وكمان بيجيبوا دبابيس برضو ويحطوها في ضوافرهم عشان يتألموا. وعلى فكرة من قصتها دي، من كتر اللي هي عملته في الناس والقتل اللي هي قتلته ده، في ناس فاكراها خيال لحد دلوقتي. المهم بعدها جوزها سافر عشان ظروف شغله، وهي استمرت في تعذيب الخادمات. وهي زي ما قلنا كانت مهووسة بالجمال شويتين، ومهتمة بنفسها وعاوزة تحافظ على أنوثتها لأكبر وقت، وما كانتش عاوزة أصلا يبان عليها التجاعيد ولا كبر في السن، فكانت بتفكر في اي حاجه تعملها مقابل انها تفضل جميله وتحافظ على انوثتها. وكلمت طبعا دكاتره كتير عشان يتصرفوا ويمنعوا ان يحصل اي تجاعيد في جسمها، بس طبعا ده حاجه طبيعيه محدش قدر ان هو يمنعها. ولان الفتره دي كان منتشر الشعوذه والسحر، في ساحرة قالت لها عشان تحافظي على جمالك وانوثتك وتفضلي زي ما انت وما يحصلش تجاعيد، لازم تستحمى بدماء بشرية، بس بشرط يكونوا بنات عذارى، ولازما يوميا تشرب شوية من الدم بتاعهم. وبدأت تعذب البنات الضحايا اللي هم الفقراء دول طول اليوم، وجت في آخر اليوم راحت دبحاهم عشان تاخد دمهم وتستحمى بيه. وكانت بتحط الدم بتاعهم على الشمبانيا وتشرب. ده من كتر جبروتها كانت بيقول ان هي عامله قفص من الحديد ومعلقاه بتحط فيه البنات، وتيجي عاملاهم بالرمح في جسمهم، وتحط برميل تحت القفص عشان تاخد دمهم وتستحمى بيه. واوقات كمان هي كانت بتقف تحت وتستحمى على طول. ده لدرجة ان اوقات كانت بتاكل من لحمهم بحجة كده ان هي بتحافظ على نضارة بشرتها. حاجة بشعة حرفيا ما تتوصفش والله. بس لما لقيت مفيش نتيجة وفي تجاعيد لسه، الساحرة قالت لها مش هينفع دم البنات الفقراء، ولازم دم البنات اللي من العائلات الارستقراطية والغنية. طب ولما الموضوع كده من الاول يا ست الساحره، انت ما كنت تقولي من الاول بدل ال 600 اللي ماتوا دول؟ واللي كان بيساعدها يجيب البنات او الكلام ده وفي القتل والكلام ده كله راجل وثلاث خادمات عندها. المهم بدأت بقى تعمل حفلات كبيرة جدا وتعزم العائلات الغنية والعائلات النبيلة. وقت ما الحفلة كانت تبقى شغالة، اللي شغالين معاها يجي خاطفين بنات الضيوف، وده طبعا عشان تذبحهم وتستحمى بالدم بتاعهم وتشرب من دمهم. وعددهم وصل ل25 بنت. والموضوع بدأ بقى يظهر، والعائلات بقت بتلاحظ ان الاطفال او البنات دول بيتخطفوا في اسرها هي بس. فوصل بقى اخبارها للامبراطور المجري، بس للاسف في الوقت ده القانون كان بيمنع انه يعاقبوا النبلاء من اي جريمة مهما كانت ايه، فعدلوا القانون مخصوص عشان يعاقبوها. وبعد التحقيق بقى اقتحم حاكم مقاطعة موجودة في المجر هو وجنود القصر بتاعها، وقبض عليها هي واللي بيساعدوها والساحرة. ولما دخلوا عليهم كانوا بيعذبوا في واحدة، ولقوا بنات كتير مذبوحين. وابن عمها هو اللي حكم عليها بعد 4 أيام بس من الحبس، ويقال ان هو كان عاوز يستولى على ثروتها والسلطة بأي طريقة. وفي سنة 1611 اتحكم على خادمها بقطع راسه، والساحرة وباقي الخادمات ان صوابعهم تتقطع قبل ما يحرقوهم. واتحكم على إليزابيث باسوري بالسجن في أوضة ضيقة في قلعتها، وماتت في سنة 1614 بعد 3 سنين بس من حبسها. ويقول ان هي اتوسلت للحارس اللي هو كان بيراقبها ان هو يقتلها، وده فعلا تقريبا اللي حصل. وانتهت حكاية ملكة الدم عن عمر 54 سنة. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات عايزين نتكلم عن ايه الفيديو الجاي. وكان معكم حسن الخولي.